السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملنا هنا جدولين لستودنت نيم وسيتي، اسم الطالب والمدينة بتاعته. هنا أنا عايز أكتب في الأكواد بنفس الأعمدة ديت، بتعامل باللغة الإنجليزية في الأكواد، ولكن أنا عايز أشوفها في ظاهريا بالكتابة بالعربي اللي هو رؤوس الجداول. هخش هنا على وضع التصميم مرة أخرى، ونقف عند الستودنت نيم، ونيجي هنا عند الكابشن ونكتب هنا اسم الطالب. اسم الطالب، وهنا نفس الكلام عند السيتي، هنكتب هنا المدينة. هنا اهو كتب اسم الطالب والمدينة. انا بقى اما تخش هنا في الوضع النموذج هيكتب طبعا اسم الطالب وكل حاجة. انا هخليه محاذاة على اليمين، نفس الكلام محاذاة على اليمين. بنشيل الاي دي ونيجي نكتب هنا اهو الكود عشان نتأكد اللي هو بيتعامل باللغة الإنجليزية وليس بالكتابة بالعربي. هنيجي نكتب هنا نيجي نضغط على الكوماند نخلي الست دي بتساوي شرم الشيخ مثلا. ماشي، هنيجي نقف عليه كده اهو كود، هنيجي عند الضغط وكود بيلتر مي دوت سيتي اهي، زي ما انت شايف ظهرت معانا بالسيتي بالانجليزي وليس المدينه بالعربي اللي احنا كتبناها. بتساوي بين عملتين تنصيص، فهنكتب بين عملتين تنصيص الايه شرم الشيخ. ادي الجدول اهو، مجرد ما اضغط كتب لي شرم الشيخ، يبقى هو فعل لي الكود ونفذ لي الكود بدون كتابه الايه اللغه العربيه في التكست بوكس. يعني التكست بوكس ما انتم شايفين نقف عليه كده اهو مكتوب هنا ايه سيتي، لكن هنا في الكابشن مكتوب اللي هو المسمى بتاعه بالمدينه، رغم ان الجدول بتاعه اصل الجدول بتاعه مكتوب مدينه باللغه العربيه. ده بالنسبه شرح اللي هو تحويل من العربي الى الانجليزي او بالعكس، بس الاكواد بتبقى تتعامل معاها بالانجليزي فقط لا غير. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.